موضوعنا مش جديد وكتير اتكلموا عنه، ولكن موضوعنا في غاية الأهمية لأنه بيمس تاريخ وحضارة، وخصوصا الحضارة المصرية. وفي حلقتنا أكيد هنعرف حكايتنا. لفترة كبيرة عانى عالمنا من عنصرية البشرة البيضاء، وقد إيه العنصرية دي عانى منها أشخاص كتير. ده غير المعاناة اللي عاناها العالم من عنصرية اليهود واحتكارهم للسامية وتعاملهم على إنهم شعب الله المختار. دلوقتي بقى بقينا بنعاني من نوع جديد من العنصرية، وهي عنصرية البشرة السمراء اللي احتلت فئة كبيرة منهم الحضارة المصرية القديمة. ده مش بس كده، ده نسبوها لنفسهم وشافوا إنهم بنات الحضارة دي. دول جماعة ليهم فكر متطرف ومدعمين فكرهم ومؤمنين بيه جدا، وعندهم شوية مبادئ بيدافعوا بحقوقهم عنهم، غير إن جذورهم أفريقية، فأطلقوا على نفسهم مجموعة أو منظمة الأفروسنتريك. ودي مجموعة من المنظمات العنصرية اللي بتصنف الناس حسب العرق، يعني أنت تبع البشرة السمراء أنت كده في السليم، غير كده أو بشرة بيضاء لا أنت كده يتحط عليك. المجموعة دي بيمجدوا جدا أصحاب البشرة السمراء على باقي الأعراق، وبينسبوا لنفسهم كل الإنجازات القديمة وخصوصا الحضارة المصرية القديمة. ده انتوا كده داخلين على طمع بقى. غير انهم شايفين ان الأوروبيين والعرب والمسلمين والآسيويين طردوا كل أصحاب البشرة السمراء من مصر، وبيدعوا بالكذب انهم احفاد الفراعنه. وده بقى الكلام اللي بيرتبوا له باحترافيه عاليه جدا اليومين دول. وطبعا دي مجموعه خبيثه جدا من الافارقه بتدعمها مجموعه خبيثه جدا مش افارقه. مجموعه الافروسنتريك مرت بمجموعه من المراحل. المرحله الاولى منها انهم شايفين ان هم اللي عملوا الحضاره المصريه القديمه، والاثار والتماثيل اللي انتوا شايفينها دي هم اللي مصممينها. في الحالة دي احنا لازم نرد عليهم ونقول لهم مصر ليست للحضارة السوداء، وخصوصا انهم شايفين نفسهم ناس اصولهم انقى من اي عرق تاني. هم مش بيفكروكوا بحاجة، الناس دي مش بيفكروكوا بالنازية والصهاينة، ومؤمنين جدا ان اصحاب البشرة السمراء هم اللي بنوا الحضارات. Of what we're looking here. And nobody should be thinking about anything of any Anunnaki. No Anunnaki, no extraterrestrials had nothing to do with this. No spacemen, but black men. The Cometians who were involved in building this. Every time something comes to Africa, somebody else had to do it. All right? But everywhere else in the world, okay, they are the ones that the Greeks, they built this, the Chinese built this, but come to Africa, somebody else had to do it, even though you got all the colossals and the statues of the Kemetic Africans who were involved in building this. So you're standing also right in the center of the earth. That means they knew the science of geodesics, building the pyramid right in the center of the earth. So we're going to bring all this to life tonight. That's the importance of having an educational program. That's why we call it Kemet Nu, Know Thyself. Kemet Nu means what? Black people know thyself. All right? So we will unlock an ancestral genetic memory bank, the skill lying within us. And some of us, it may be dormant, but this is what coming here on this pilgrimage, that will evoke and activate that genius that's in all of us. معلش بس انتوا جبتوا الكلام ده منين؟ هتلاقي كلامهم مجرد دعاية ملهوش أي أساس من الصحة، وبينشروه في كل دول العالم، وفي منظمات في أمريكا وأوروبا بتدعمهم. ده غير إنهم شايفين إن المصريين ملهمش أي علاقة بالحضارة المصرية القديمة، وكأننا كمصريين ملناش أي حقوق في بلادنا، وكل من هب ودب يستخدم التاريخ في التضليل والتزييف وتزوير كل الحقائق والتشكيك في بناء الأهرامات ونسبهم لأشخاص تانية. وقالوا ان المصريين كسروا انف التماثيل علشان خاطر يضللوا العالم عن الانف الحقيقيه اللي هي انف الافارقه الكبيره. يعني كده الحضاره دي حضاره افريقيه، بس انتوا اللي بتضللوا نفسكم. طب ما لو ركزنا في تمثال توت عنخ امون مش هنلاقي الانف الكبيره المفلطحه الافريقيه، وده نموذج من الحضاره اللي بيتكلموا عنها. وزي ما في صور وتماثيل سودة، في صور وتماثيل بيضة. يعني مصر كان فيها كل الانساب والاعراق،
في سؤال محيرني جدا، الشعوب السوداء اللي اعتقدوا انهم اتطردوا من مصر وسكنوا دول افريقيه، فين النقوش والحضاره والتماثيل والبرديات وكل الحضارات اللي انتوا بتتكلموا عنها ان انتوا اسستوها في مصر؟ طب ما كان ممكن تاسسوها في دول الافريقيه اللي انتوا سكنتوها. هو مش انتوا بتقولوا ان احنا اخدنا الحضارات دي منكم؟ طب ما فين الحضارات اللي انتوا اسستوها بقى في الدول الافريقيه؟ بلاش تكذبوا الكذبه وتصدقوها. وبما ان موسى عليه السلام كانت بشرته سمراء، فقالوا ان موسى عليه السلام من اصولنا ومن عندنا وارض الميعاد من عندنا، واقتنعوا تماما ان اثيوبيا هي ارض الحشر. ما انا نسيت اقول لكم ان الافروسنتريك مرتبطين بالديانه الرستيفاريه. الرستيفاريه كلمه مشتقه من راس تافاري. راس بالاثيوبيه يعني قائد او امير، وتافاري يعني مهابه او خشيه. راس تافاري ماكونيين اطلقوه على هيلا سياسي اللي بقى امبراطور اثيوبيا، وسموه المسيحي في المعموديه، واعلنوا في شوارع كينغستون وجامايكا انه الاله الحي، وفي حكمه يعلن بدايه حكم السود. احنا شايفين ان كلام الافروسنتريك مجرد كلام، ولكن تعالوا كده نرجع بالذاكره للصهيونيه العالميه لما كانت بتنادي بوطن ليهم، وكل الدول العالم كانوا شايفين انه كلام، ولكن تطورت الامور والكلام ما بقاش كلام. الافروسنتريك النهارده بتنادي اننا كمصريين المفروض نمشي ونسيب الوطن ده، وهم يجوا بدورهم ويستوطنوا الوطن ده. اعتقد ان ده تهديد للقوميات، ما اصل نفس الوضع بيتكرر في المغرب، والأفارقة شايفين إن حضارة قرطاج هم اللي عملوها، غير إنهم بيصفوا العرب بالحرامية والقتلة وإهانتهم للدين الإسلامي. وحابة أوضح معلومة صغيرة جدا لمجموعة الأفروسنتريك، إن مصر القديمة قامت على مجموعة متنوعة من الأعراق، وكان بيجيلنا قبائل من شتى بقاع الأرض، من أوروبا ومن آسيا وحتى أفريقيا، فبيحصل اندماج بين القبائل والمصريين، وكانوا بيتأثروا بعقائدهم وعاداتهم وتقاليدهم. فعلى سبيل المثال الهكسوس لما استعمروا مصر اندمجوا مع المصريين لدرجة انهم بقوا بيسموا نفسهم بأسماء المصريين، واندمجوا مع عقائدهم الدينية وعاداتهم وتقاليدهم. ولما اتطردوا من مصر فما بقوش متأثرين بالمصريين ولا المصريين متأثرين بيهم، لأن تاريخهم ما امتدش مع الحضارة المصرية القديمة. وكذلك الحال بالنسبة للإغريق، لما جم مصر في نهاية الحضارة المصرية القديمة وأسسوا لنفسهم مجموعة سموها البوليس. المجموعة دي كانت منفردة وكانت منفصلة عن المصريين، وكأنهم شعب وهم شعب، وكانوا بيتعاملوا مع المصريين على أساس إنهم أجانب، وخصوصا في العهد البطلمي. وبالرغم من كده لما انتهت حضارتهم ما انتهتش الحضارة المصرية القديمة. وبعد ما بقت مجموعة الأفروسنتريك شكلها مش ولا بد، فقالوا احنا جايين بس عشان نوضح حاجة، احنا مش جايين نضلل التاريخ ولا حاجة، احنا جايين نضيف معلومة ان أول قبيلة للملوك سكنت وادي النيل وهي أسرة نعرمر، دي كانت من السود، ومعنى كده ان الحضاره دي كانت بتاعتنا احنا مش بنقول اي معلومه غلط ولا حاجه لا سمح الله. طب انا حابه اصدمكم بقى واقول لكم من كتب التاريخ ان اسره نعرمر ما كانتش اول انطلاقه للحضاره المصريه القديمه، وان الشعوب سكنت وادي النيل من قبل الاسره دي ما تيجي ب2000 سنه واكتر كمان، وفي شعوب جت قبل اسره نعرمر زي ما هم بيقولوا، زي الممالك ونقاده والبداري، ودول كانوا ذو بشره بيضاء مش سمراء زي ما كانوا بيدعوا. احنا لا بنهين عرق ولا لون ولا بنزيف حضارة، احنا جايين نقدم لكم حقيقة مجردة، وحابين نقول لمجموعة الافروسنتريك اللي بتقدموه ده عبارة عن اكاذيب، يا ريت ما تصدقوهاش. اتمنى تكون الحلقة عجبتكم، واشوفكم في حلقة جديدة من اعرف التاريخ.